بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. في الفيديو ده هنعرف مع بعض ازاي نعمل تايم سكيدول للكمبيوتر انه يعمل شت داون في وقت معين. يعني انت مثلا بتحمل حاجة وعايز بعد ما الحاجة دي تخلص الكمبيوتر يفصل. يعني انت مثلا عايز الكمبيوتر او اللابتوب يعني يفصل بعد ساعتين او 3 او 4 في اي وقت انت محتاجه. هنعرف مع بعض ازاي نعمل كده. في طريقتين هنعمل بيهم كده. اول طريقة اللي هي انك تخلي الكمبيوتر او اللابتوب يطفي كل يوم، يعني في كل يوم في وقت معين الجهاز اللابتوب بتاعك يطفي. وفي الطريقة التانية اللي هي انت عايزه يفصل بعد قد ايه وقت بالظبط، يعني انت حاليا شغال عليه وعايزه يفصل مثلا بعد 3 او 4 ساعات. فهنشوف الطريقتين مع بعض. اول حاجة اللي هي الطريقة الاولى اللي هي لو انا عايزه يفصل كل يوم، فانا هاجي هنا هكتب تاسك سكادول. بمجرد ما هكتب تاسك هي ظهرت معايا من فوق، هختارها. هاجي هنا هختار create basic task. هسمي المهمة بتاعتي اللي هو يعني ايه، بيقول لك ادي المهمة دي اسم، فانا هسميها shut down. بيقول لك description ليها يعني وصف ليها، فانا هقول مثلا shut down every day. هختار بعد كده next. هو هنا بيقول لك بقى ايه المهمة دي عايزها يوميا ولا اسبوعيا ولا شهريا، فانا اختار يوميا. لو انت عايز اسبوعيا تختار اسبوعيا وهكذا. هنا بيقول لك امتى اليوم اللي انت عايز تبدأ منه المهمة دي، فانت مثلا لو عايز من نفس اليوم تختار نفس اليوم، يعني النهاردة 28/12/2022 هختار كده. لو عايزة تبدأ من بكرة تغير التاريخ او تخليها 29 وكده يعني. هنا بيقول لك اختار الوقت اللي انت عايز الكمبيوتر يطفي فيه، فانت تختار الوقت براحتك، يعني تزود او تنقص تخليها AM او PM. وهنا تختار الوقت براحتك، ممكن تعدل فيها، نخليها مثلا 8 AM. هنا بيقول لك عشان تخليها كل يوم فخلي دي 1 day اللي هي recur every day، خليها 1. فاختار بعد كده next. start program برضه هختار next. وبعد كده هنا في بروجرام سكريبت هختار ايه، هكتب shut down دوت exe. وهنا هكتب /s وهختار next. كده انت بتراجع الحاجات اللي انت اخترتها وكله وتختار finish. كده انا الكمبيوتر الساعة 8 الصبح هيفصل لوحده. طيب انا لو عايز اعدل على الوقت ده، هاجي هنا عند في التاسك واختار task schedule library. فهاجي هنا انا عندي المهمة اللي انا اخترتها وسميتها شت داون. هاجي هنا انت ممكن تعملها ديليت لو انت عايز تلغيها خالص، او ديسيبل اللي هو انت عايز توقفها. كده انت وقفت المهمة بتاعتك. وممكن لو عايز تشيلها خالص يعني وتلغي الحوار تختار ديليت. طيب انا كده عملت ان الكمبيوتر يطفي يوميا في وقت معين. انا عايزه طيب يطفي مثلا بعد، يعمل شت داون مثلا بعد 10 دقايق او ربع ساعة او ساعة او ساعتين او كده. هعمل ايه، هاجي هنا وهكتب كوماند. ايوه، بمجرد ما كتبت حرف السي ظهرت معايا، هتظهر معايا النافذة دي. هكتب هنا shut down مسافة شرطة S مسافة شرطة T مسافة. وهنا الزمن بالثانية، يعني الاس هنا معناها اللي هي ايه ان انت مختاره بالثانية، والتي اللي هي التايم، يعني انت كده هتختار من الثواني. فانا مثلا عايزه يفصل بعد 10 دقايق، لو 10 دقايق يعني 600 ثانية، واضغط انتر.
هو كده بعد 10 دقايق هيعمل شت داون. هو هنا بعت لك رسالة بيقول لك ان هو هيفصل بعد 10 دقايق. طب انا لو عايز اكنسل الامر ده هاجي هنا واكتب شت داون شرطة ايه واضغط انتر. كده هو لغالي بعتلي برضو رسالة shut down has been cancelled. فدي الطريقة اللي انا فانت لو عاوز يفصل مثلا بعد 3 ساعات او 4 ساعات تزود بقى هنا وتشوف كم ثانية وتختار براحتك الوقت اللي انت عايز تختار. كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.